اهم فيديو هتشوفه الفتره دي، خصوصا لو انت في مصر. التوتر اللي بنعيشه النهارده ما بين ايران وولاد مصر، تخيل لو انتهى بنووي هتعمل ايه؟ لازم تكون فاهم ان النووي مش انفجار وخلاص، ده مسلسل طويل وحلقاته كتير. انفجار بينتج عنه حراره، بعدين صدمه واشعاع، لحد ما نوصل للكارثه، الغبار اللي بيتنقل في الهواء. لو انت فاكر انك بعيد فخلينا افكرك ان تل ابيب بتبعد عن القاهره 700 كيلو متر بس، ودي اقل من المسافه اللي ما بين القاهره واسوان. والرياح ما بتعرفش حدود وممكن تسحب الغبار الاشعاعي في ساعات. عشان كده اول 24 ساعه بعد الانفجار اهم من حياتك كلها. اوعى تفكر تنزل اليوم ده، والسلوك حط عليها مشمع او مفرش بلاستيك عشان تمنع اي هواء ممكن يدخل منها. ميه الحنفيه انساها، واشرب ميه معدنيه او ميه متخزنه عندك، لان الغبار قبل ما يوصلك هيكون عدى على الميه دي كلها. وبالنسبه للاكل فالمعلبات بكل انواعها هي امن حاجه تعتمد عليها الفتره دي، لان مستحيل الاشعاع يوصل لها. والاهم من كل ده انك تدعي ان الغمه دي تنزاح في اسرع وقت ونطلع منها سالمين. انا مش قصدي اخوفك، لكني بنبهك لاسوأ كارثه ممكن تحصل في الفتره اللي احنا عايشينها دي. انا عمري ما تخيلت ان اعمل فيديو زي ده. اهلا بيك في انتروبيا.